السلام عليكم يا احلى يا اجمل متابعين. النهارده جايبه لكم فكره بسيطه جدا بس عبقريه. كلنا عارفين قد ايه توليع الفحم متعب ومبهدل الدنيا، بس النهارده جربت طريقه جديده وسهله جدا، والنتيجه الفحم مولع في ثواني من غير بنزين ولا مجهود. تابعوا معايا الفيديو خطوه بخطوه. ما تفوتوش وما تقوموش من مكانكم علشان تكون الطريقة مفضلة ليكم بإذن الله بعد النهاردة. يلا بينا على بركة الله. وزي ما شفتوا الفحم بمنتهى السهولة من غير تعب هنولعه. بنجيب طبعا الفحم كده بالشكل ده. هقول لكم الطريقة بتاعتي اللي انا كنت بولع بيها. الصراحة اول حاجة عندي هنا حاجة بنولع فيها مش عادي، مش نضيفة قوي. لو ما عندكيش حاجة بتولعي فيها، انت ممكن تجيبي ورق الالومنيوم وتعمليه على حلة كده وتحطيه جوه الحلة او الصينية وتولعي فيها عادي جدا، مش هيجرى اي حاجة. تمام. بص، احنا كنا بنحط حتة الاول على البوتاجاز وبعد كده بناخدها نهوي عليها كده، هتلاقيها ولعت معانا. دي اول فكرة، دي كنا بنعملها كده. بنحمر بقى عليها اي حاجة. تاني فكرة ان انت تجيبي ورقة والفحم. بصوا بقى، الفكرة دي هي حلوة جدا بس عايزة مكان واسع، مكان يكون ما يكونش في شقة، يكون بره خارج. ليه بقى؟ ممكن تدخل معاكي. بس هي الفكرة كلها في كده. بس مش هتبهدلي بوتاجاز، مش هتبهدلي حاجة. تحطي بس الورقة كده في الزيت، اي زيت مش نضيف عندك، اي نوع زيت عندك بايظ مش حلو، او جاز يعني اللي انت عايزاه. بس ده زيت. تمام. وتولعي الورقة كده بالشكل ده وتحطيها في وسط الفحم. اهم حاجة الورقة تولع وتحطش عليها الفحم بقى شوية وهتلاقي الفحم ولع معاكي. بس اهم حاجة يكون في مكان مش مقفول، عشان لو طلعت دخانة، طبعا الزيت بيطلع دخانة. والفكرة بتاعتنا الاولى اللي احنا كنا بنحطها على البوتاجاز هي تدخن شوية وهتولع معاكي بكل سهولة. خلاص كده يبقى الفكرة بتاعتنا ان احنا بقول لكم على الصراحة، مش هقول لكم اضحك عليكم تحطوا الزيت تلاقي الشقة كلها دخنت فتدعوا عليا. فهو ده الصراحة برضو هتولع معاكم. بس اهم حاجة تكون مش في البيت، تكون برا في الجنينة ولا حاجة، وتروح مدخلينها بعد ما تبقى كويسة. وزي ما شفت الفحم مولع بمنتهى السهولة من غير تعب. والطريقة دي بجد تنجزك وتفرق معاكي جدا في اي عزومة او خروجة، حتى في البيت. لو عجبك الطريقة متنسوش تعملوا لايك علشان الفيديو يوصل للناس، واشتركوا في القناة لأول مرة تشوفوني. فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل افكاري الجديدة بأول بأول، واكتبولي في الكومنتات. السلام عليكم. اللايك، الشير، والاشتراك في القناة وفعل الجرس.